السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصلي على النبي في البداية كده ونعمل اللايك الجميل ونتابع شوية المعلومات اللي احنا هنقولها في الفيديو ده. الزمالك ومشكلة الزمالك حاليا ان خلاص يعني ايام بسيطة تفصلنا عن بداية الموسم والشهر الجاي يوم 20 اغسطس الدوري هيبدأ، وانت بتتكلم ان الزمالك حتى الان ما يعرفش مين المدرب اصلا اللي هيمسك الفريق. حتى الان ما فيش الاداره ما اعلنتش عن المدرب، ما تعرفش معتمد ولا رازوفيتش ولا مين، الله اعلم. حتى الان اللعيبه المحليه اللي يعني مثلا عندك الاهلي مدي اجازه للعيبه الدوليه، اجازه طويله شويه لغايه اخر الشهر، هيروحوا يعني كله هيتجمع يوم 29 عشان هم هيسافروا في اسبانيا على يوم 30/7 باين. هيروحوا بقى يعمل المعسكر الاعداد وهيقابل برشلونه يوم 19. قصه طويله كده والناس منتظمه ومرتبه كده ومهندمه. وطبعا نبارك للنادي الاهلي على عقود الرعايه اللي عملها مع فودافون، من اعلى العقود على في يعني في مصير الكوره اصلا عموما في مصر. مفيش عقد رعايه حصل بالارقام دي، واعتقد في افريقيا كمان، غير طبعا رعاية النادي ورعاية الاستاد، وان هو يبقى اسم الاستاد لمدة 20 سنة تحت اشراف فودافون. طبعا كل ده مقابل ملايين الدولارات يا جماعة. عندك بقى اليمة التانية، احنا فرحانين بالرخصة، ويا فرحتي احنا خدنا الرخصة وحصلنا على الرخصة واحنا اصلا ما عندناش عربية نركبها. انت رحت جبت رخصة وانت عندكش غير توك توك، فرحان لي بالرخصة. طب دلوقتي مين المدرب اللي هيمسك الفرقه؟ مفيش. طب اللعيبه نزلت تدريب، اللعيبه المحليه على الاقل نزلت تدريب اصلا. يعني مين اللي كان الدولي عندك في السنه؟ هو فتوح والجون الهادي، وعندك حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد خلاص مشي، حسام عبد المجيد مشي، يعني هو فتوح وزمان دلوقتي بيضرب الجوبين وقاعد في الساحل مروق لها ومفخد لها. طب الباقي ده بينزل التمرين ما نزلش ليه؟ عشان اللعيبه ما خدتش مستحقاتها. ما انت ما هو شايفك عمال ايه، تدفع القواضي ده وبالدولارات هنا ودولارات هنا ودولارات هنا، وتيجي بقى للباشا اللي بيقبض بالجنيه المصري وبيقبض له اصلا شويه الفكه عشان يعني يدفع مصاريف المدارس ولا يروح يصيف ولا يفسح العيال، ما بياخدش فلوس، عمال يشحت من هنا وهنا ومش لاقي فلوس عشان حضرتك منشفها عليه. طب وفي الاخر تيجي تطالبه تقول له اتفضل انزل اتمرن، ما هو مش هينزل يتمرن ايه بقى؟ ما هو مفيش تمرين غير لما تديني فلوس. فمفيش. المدرب حتى الان ما في، تحس ان احنا عارف انت المركب دايرها 3000 رئيس، ما حدش عارف ياخد قرار. طب نجيب معتمد تاني، الله اعلم. رازوفيتش الله اعلم. طب اللعيبه نديها فلوسها، والله مش عارفين مفيش حد مرتب اولويات للنادي ده. هي ماشيه بالبركه. احنا بس بنفرح بالايه، بالزيطه. بنفرح ان احنا نروح نحل مشكله عشان بس نعمل ايه، بروباجندا والاعلام كله يتكلم عننا، وفي الاخر احنا مش عارفين حاجه. الموسم هيبدا وانت ما عملتش فتره اعداد، انت اصلا مش عارف هتعمل فتره اعداد فين. يعني انت شويه يقول لك تركيا، شويه يقول لك لا العاصمه الجديده، شويه يقول لك لا احنا هنروح اسبانيا، شويه. ما حدش فاهم حاجه، ما حدش فاهم حاجه في النادي الزمالك، والناس عماله تخترع كلام ومحدش عارف ايه اللي هيتم في النادي الفتره اللي جايه. طب صفقات، انت طبعا موقف عندك ايقاف قيد تاديبي، محدش برضه فاهم فيه اي حاجه. فانت مش هتجيب صفقات، اللعيبه مش هتنزل تعمل فتره اعداد، حتى الان ما تعرفش المدرب بتاعك مين. فيعني لك الله يا زمالك، والله لك الله يا زمالك. بقول لك احنا انجزنا، خدنا الرخصه يا اخي، رخصه تشيلك. لكن الاهلي عارف هو بيعمل ايه، مرتب اوراقه، منظم دنيته، كل حاجه محسوبه، كل حاجه مدروسه. بسم الله ما شاء الله طبعا. ولحد هنا نكون خلصنا الكلام في الفيديو الحالي. يا ريت طبعا ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، يعني ساعد معانا، زق معانا الدنيا، زق معانا الدنيا زي ما احنا بنزق معاك الدنيا. يلا سلام.